دي الحلقة التانية من السلسلة. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن إن الكهرباء هي هبة وهبها لينا ربنا، ووهب لينا العقول اللي تكتشفها. وقلنا إن التيار الكهربي هو سيل من الشحنات الكهربائية اللي هي الإلكترونات. وقلنا إن إحنا عشان نفهم الكهرباء محتاجين نفهم الإلكترون بفهم وعمق. بس قبل ما نشرح الإلكترون بالتفصيل محتاجين الأول نعرف مع بعض شوية حاجات هي اللي هتوصلنا إننا نفهم الإلكترون بفهم وعمق وسهولة. أقولك على حاجة، كل حاجة حوالينا، كل حاجة حرفيا مكونة من ذرات. الكرسي اللي انت قاعد عليه، الموبايل اللي في ايدك، الهواء اللي بتتنفسه، المية، التراب، حتى جسم الإنسان نفسه كله مكون من ذرات. يعني ايه؟ يعني انت جسمك، دمك، شعرك، عضلاتك، عقلك، كله معمول من ذرات. طب ممكن نفهم اكتر؟ مش فاهم؟ تمام، خليك معايا وهنوضح كل نقطة. في الأول بنعرض الصورة ككل، بعد كده بنبدأ نفهمها ونفصصها واحدة واحدة مع بعض. الذرة هي أصغر جزء من العنصر، بيحمل خصائصه. وحط خطين تحت ويحمل خصائصه، لأننا هنرجع لها تاني. احنا قلنا ان كل حاجة مكونة من ذرات، والذرات هي أصغر جزء معبر عن العناصر. ايه هي بقى العناصر؟ العناصر هي أساس كل حاجة حوالينا. ربنا أوجد كوكب الأرض، وكل حاجة على كوكب الأرض مكونة من عناصر. هو انتي تقصدي بالعناصر دي اللي هي الذهب والمنجنيز والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين؟ أيوة، هي دي العناصر. العناصر دي اتوجدت على كوكب الأرض، وهي اللي بتشكل كل حاجة عن طريق إنها بتتحد مع بعض بطرق مختلفة، مكونة لينا كل حاجة حوالينا. مثال، إيه هي المية؟ هل المية عنصر؟ لأ، وبالتالي أي حاجة بتكلم عنها هي مش عنصر. أنا محتاجة إني أحلل الحاجة دي علشان أعرف العناصر اللي بتتكون منها. وبالتالي إيه هي المية؟ المية مادة بتتكون من اتحاد عنصر الهيدروجين والأكسجين بنسبة ذرتين هيدروجين إلى ذرة أكسجين، اللي هي إيه؟ اللي هي H2O. ده جزيء المية. هل نقطة المية هي جزيء المية؟ لا. أمال إيه؟ نقطة المية ممكن تتكون من تريليونات من جزيئات المية. جزيء المية هو أصغر حاجة معبرة عن المية، ولكن لا ترى بالعين المجردة. هل معنى كده إن أنا أقدر أحضر المية داخل مختبر عن طريق إن أنا أفاعل غاز الهيدروجين مع الأكسجين؟ الإجابة في المختبرات الكبيرة المجهزة لمثل هذا التفاعل، لأن هذا التفاعل هو تفاعل ينتج عنه شرارة عالية جدا وبيحتاج إلى طاقة حرارية كبيرة، ولذلك هو تفاعل خطر. بس إذا تم التفاعل داخل مختبر مجهز لمثل هذا يتم إنتاج مية من النواتج النهائية لهذا التفاعل. وفي أمثلة على مثل هذا التفاعل، زي إنه بيستخدم في محركات الصواريخ عند الانطلاق، لأنه بينتج عنه كميات هائلة من الطاقة، والناتج الوحيد ليه هو بخار المياه. وبالتالي أنا فهمت كده وعرفت استنتج إن أنا ممكن أقدر أحضر المادة عن طريق إن أفاعل العناصر الداخلة في تركيبها كيميائيا. تمام كده؟ هنا ممكن يجي سؤال من حد عبقري ويقول لي، معنى كده إن المية اللي اتوجدت على سطح الأرض هي كانت نتيجة تفاعل كيميائي ضخم بين غاز الهيدروجين والأكسجين؟ الإجابة هنا لأ، لأن ربنا خلق لينا كوكب الأرض وأوجد فيه المية. أمال ليه عمالة تقولي إن المية نتجت من تفاعل الهيدروجين والأكسجين؟ مش أنا قلتلك إن ربنا خلق لينا الكوكب وخلق لينا العناصر وأوجدنا على الأرض عشان نتفكر ونقدر إن احنا نحلل الحاجات اللي موجودة على كوكب الأرض ونعرف العناصر اللي بتتكون منها، ونبدأ نتعلم ونعرف إيه هي الكهرباء وإزاي بنكتشفها، صح كده؟ إيه رأيك؟ ناخد مثال تاني عشان نوضح أكتر والفكرة تبقى ثابتة. عندك مثلا الذهب ده عبارة عن إيه؟
الدهب عبارة عن عنصر. معنى انه عنصر يعني بيتكون من ايه؟ بيتكون من ذرات نفس العنصر. الدهب بيتكون من ذرات ذهب. طب المية دي مادة جديدة نتجت من اتحاد عنصرين. معنى كده ان لو العنصر في صورة نقية فهو بيتكون من ذرات نفسه، بس من ذرات نفس العنصر. العنصر لو دخل في تفاعل مع عنصر آخر هيكونوا لي مادة جديدة خالص. تمام. المادة دي هتكون بتتكون من ذرات العنصرين أو أكتر من عنصر اللي دخلوا في التفاعل مع بعض. تمام كده؟ أتمنى تكون وصلت. طب انتي بتقولي إن كل حاجة حوالينا مكونة من ذرات. طب دم الإنسان كمان. أيوة، دم الإنسان مكون من ذرات، بس تعالوا نفهمها خطوة بخطوة. الدم بيتكون من حاجات كتير، أهمها خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية، والبلازما اللي هي السائل اللي كل الحاجات دي ماشية فيه. طب والمكونات دي فيها ايه؟ فيها عناصر زي ايه؟ الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والحديد. يعني كل خلية دم حمراء جواها حديد، والحديد ده ايه؟ عنصر، والعنصر مكون من ايه؟ من ذرات. يبقى خلية الدم نفسها في النهاية مكونة من ايه؟ من ذرات. يعني حتى الدم اللي بيمشي في جسمك هو كمان عبارة عن ذرات متجمعة بطريقة معينة. وده يورينا قد ايه الذرة موجودة في كل حتة حوالينا وحتى جوانا. دلوقتي ممكن نسأل سؤال مهم: هل الحديد اللي في دم الإنسان هو نفس الحديد اللي بنستخدمه في البناء؟ الإجابة هي أيوة. ذرة الحديد نفسها هي يعني ذرة الحديد اللي في جوه جسمك هي نفس الذرة اللي بنلاقيها في مسمار أو في عمود خرسانة. بس أنا حاسس كده إن في حاجة، يعني أكيد مش هي. لا، الذرة هي. أمال إيه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق إزاي الذرات دي مترتبة حوالين بعض، وإيه البيئة اللي موجودة فيها. يعني إيه؟ يعني في البناء الذرات مترتبة بشكل معين بيناسب القوة والمتانة بتاعت الحديد. لكن في الجسم الذرات دي جزء من تركيب حيوي بيخدم وظيفة معينة زي نقل الأكسجين في الدم، وبالتالي هي مترتبة بشكل يخدم الوظيفة بتاعتها والبيئة اللي موجودة فيها. فالسر مش في الذرة نفسها، السر في شكل ارتباطها وفي السياق اللي هي موجودة فيه. ولكن الذرة هي نفسها، وده اللي بيخلي نفس العنصر يبقى ليه استخدامات مختلفة جدا حسب المكان اللي موجود فيه وشكل التفاعل حواليه. عايزة أقولك على حاجة كمان، إن العناصر اللي بتشكل كل حاجة حوالينا هي العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري، واللي اكتشفناهم لحد دلوقتي هم 118 عنصر. طيب اكتشفناهم ازاي؟ عن طريق وسائل كتير زي التحليل الكيميائي والتحليل النووي والتحليل الطيفي. بس عموما معظم الطرق دي بتحليل المادة عشان نعرف جواها ايه. طب ايه اللي سمى العناصر دي حديد ونحاس؟ وايه الرموز بتاعتها دي؟ مين حطها؟ طب سميناها كده ليه؟ في عناصر خدت اسماء من صفاتها، وفي اللي اتسمت على اسماء العلماء اللي اكتشفوها، وفي اللي اتسمت على اسماء الاماكن اللي اكتشفت فيها زي اليورانيوم والكاليفورانيوم وغيرها. والرموز هي متفق عليها دوليا ووضعها العلماء علشان تبقى لغة موحدة نعرف بيها العناصر. كده عرفنا العناصر وعرفنا الذرة دي بتعمل ايه. طب دلوقتي عايزين نغوص اكتر جوه الذرة، نفهم الذرة دي بتتكون من ايه، بتشتغل ازاي، ايه دورها في تكوين المادة، والاهم ايه علاقتها بالكهرباء. لاني عايزة اقول لكم مفاجأة، الذرة هي اساس الكهرباء، وده اللي هنناقشه ان شاء الله في الحلقات الجاية. انا عارفة انك يمكن محبط دلوقتي وحاسس ان المحتوى ملوش علاقة بالكهرباء، وان الحلقة
ما كانتش مفيدة بالنسبة للكهرباء، بس اللي عايزة أقوله لك إني ببني لك أساس مختلف عن اللي درسناه طول عمرنا في المدارس. هوصل لك الكهرباء بشكل مختلف. كل اللي محتاجاه منك هو إنك تفضل معايا الحلقتين بس، وبعدها أحكم إذا قدرت أوصل لك المعلومة بشكل مختلف أو لأ. وبما إنك وصلت معايا لحد هنا، تابع معايا واحدة واحدة وهنفهم سوا إزاي من جوه الذرة بتبدأ قصة الكهرباء. وشكرا، دمتم بخير.